بسم الله. أنا أحمد شوقي. والله أنا كنت محتاج إن أنا أعمل عملية تكميم، يعني بطريقة ما تتصوروش كانت عاملة إزاي، لأن أنا كان وزني 155 كيلو، والحمد لله يعني ربنا كرمني دلوقتي بعد ما عملت العملية، أنا دلوقتي وزني بقى 92 كيلو، ولسه برضه إن شاء الله مستمر، لان انا شغلي كان يحتم عليا ان انا لازم اخس، لان انا كل شغلي كان حركه. انا شغال في البحر وكل شغلي حركه، فما كانش ينفع فيه ان انا ابقى بالوزن ده. ان انا بالوزن ده لازم اعمل عمليه، وجيت للدكتور محمد فريد، والحمد لله الحمد لله انا بقيت كويس وبقيت تمام او راضي عن نفسي كمان بالطريقه اللي انا موجود بيها حاليا. انا سني 50 سنه، وعملت العملية وأنا عندي 49، يعني عدى عليها مثلا حوالي سنة وأنا عامل العملية، وأنا الحمد لله بصحة جيدة وكل حاجة زي الفل الحمد لله. لا، المفروض إن محدش يخاف، لأن هو دي تجربة. أنا طبعا كنت من ضمن الناس اللي كنت خايف أعمل العملية دي، بس لما عملتها حسيت فعلا بالفرق. طبعا كل واحد بيعمل حاجة جديدة عليه لازم يبقى خايف، لكن بعد كده بعد ما بيعملها وبيشوف الناس اللي جربت حوالين منه، اكيد هو كمان بيغير رأيه، وبيضطر ان هو لازم يوصل لحاجة زي كده عشان صحته كمان. يعني طبعا ده بيبقى ضغط على القلب، لان انا كنت بنهج جامد، وكنت ما بقدرش اطلع سلم، وما كنتش بقدر اعمل اي ولا النفس حتى كمان كنت بتنفسه. فدلوقتي الحمد لله الحمد لله انا بقدر اعمل كل حاجه واتحرك طبيعي زي اي حد. حتى انا كان عندي خشونه في المفاصل، وكان عندي غضروف في الظهر. كل ده الحمد لله ما بقتش اعاني منه دلوقتي، كل ده انتهى امره وراح. والله انا بشكر الدكتور محمد بجد، يعني على المجهود اللي هو عمله معايا في العمليه، والمجهود اللي هو عمله معايا بعد العمليه. وبشكر الدكتور محمد، وربنا رب يجازيه خير على كل الحاجات الكويسه اللي هو بيعملها مع الناس، لاني انا قبل العمليه واحد تاني خالص غيره بعد العمليه. فده بفضل ربنا وفضل الدكتور محمد بعد ما عمل العمليه بجد يعني. وانا متشكر لكم جدا.